في فنانين فاكرين ان هم اتظلموا في عالم الفن، ان الادوار اللي اتعرضت عليهم ظلمت موهبتهم، او مثلا ان في فنان كبير حرمهم من فرص كتيرة فاتظلموا برضه، ولكن في الحقيقة ممكن تكون موهبتهم ما تستحقش اكتر من اللي خدوه. هحكي لك. معرفش حد من الاسم ده. انا لا اهتم يا لمبي، افتح بقى. اول حد معانا هو الفنان الجميل حسن عبد الفتاح، اللي شارك في فيلم اللي بالي بالك وفيلم عصابة الدكتور عمر وفيلم بيكيا واعمال كتيرة تانية كانت مع محمد سعد وغيره. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ ولكن خلينا صراحة ان الفنان حسن عبد الفتاح لا يمتلك الا طريقة اداء واحدة في نفس نوع الكوميديا اللي بيقدمها في كل مرة بيطلع في فيلم ما. عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضحك ايه يا فين 15 جنين عليه؟ يا لمبي عيب عيب. نفس طريقة الكوميديا بنفس طريقة إلقاء الجمل اللي بيقولها في كام مشهد بيطلعهم في كل فيلم، فمن الطبيعي إن إحنا ما نستغربش لما يكون بيشارك محمد سعد تقريبا معظم أعماله، ما هو برضه محمد سعد قعد سنين طويلة قوي بيقدم نفس نوع الكوميديا، فمن الطبيعي إن إحنا نلاقي الفنان حسن عبد الفتاح بيشارك محمد سعد في معظم أعماله الكوميدية اللي كان بيعملها. لا قبليها عملنا برنامج فاكره؟ مين يتفرج على مين؟ يا مع النجار. ايوه صح. ده غير كمان ان اخر عمل شارك فيه الفنان حسن عبد الفتاح كان مسلسل الحاج اكسلانس بطولة محمد سعد. الفنان حسن عبد الفتاح فنان جميل وكلنا بنحبه، ولكن من وجهة نظري انه ما اتظلمش في عالم الفن، لان الادوار اللي خدها كانت على قدر الموهبة. استاذ شمال الكناوي، ايوه شمال الكناوي اللي هو كان مع المطربه الكبيره راوده الزجائريه. تاني حد معانا هو الفنان اللي لو كان اتوجد في زمن غير الزمن، يعني لو رجعنا لزمن اسماعيل ياسين كان ممكن يكون فنان كبير قوي للكوميديا، وهو الفنان رضا حامد. من اوائل مشاركته مع عادل امام في مسرحيه بودي جارد، وهو قال ان عادل امام ظلمه لما خرجه من المسرحيه. بشتغل مع الاستاذ عادل امام في المسرح، حققت نجاح رهيب وبالجمهور كنت بضحك الناس جامد جدا. قال لي لا حبيبي خلاص يا رضا، انا قدمتك وخلاص، اشتغل بعيد عني. ولكن برغم كده انه شارك عادل امام في اعمال تانية، منها فيلم امير الظلام لو تفتكروا. وعايزني انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ انا عباده احسن واحد كان بيجهز لك بيانات كله طالع يا كابتن. ازيك يا عباده؟ وهنا بقى فكرة ان رضا حامد لو كان جه في زمن غير الزمن كان يمكن بقى نجم كوميديا كبير، ولكن للأسف كوميديا الإفيه الواحد ما بتمشيش في الزمن ده. من فيلم عيال حبيبة لفيلم حبيبي نائما لكل الأعمال الكوميدية اللي شارك فيها رضا حامد، وهو ما بيمثلش غير بطريقة الكوميديا الواحدة، وهي اللقلقة في الكلام اللي كلنا اتفرجنا عليها. وهي مفرفشه بقى بتغل في الشاي في الاكل صح؟ فبالتالي لو كنا رجعنا لزمن اسماعيل ياسين وحب الناس للإفيه الواحد اللي كل ما يتكرر يزيد حلاوة، كان ممكن ساعتها ينجح رضا حامد، ولكن في الفترة اللي احنا فيها دي كوميديا الإفيه الواحد ما بتمشيش نهائي. اهلا وسهلا بيك، نورتونا. ثانك يو سو ماتش، شكرا، الله يبارك فيك. فنانات كتير قوي وهم صغيرين كانوا بيعرفوا يمثلوا، ولكن لما كبروا اكتشفوا ان الموهبه دي اختفت مع الوقت، والكلام ده ما حصلش النهارده بس، ده كان بيحصل من زمان، ولكن لما حصلت مع منة عرفة الموضوع اتغير تماما. 2 في 4 ب 70 ازاي؟ كل جدول ضرب غلط كده. معلش مش عارفه احفظه عربي. منة عرفة اتشهرت واتحبت وهي طفله، اذا كان في مسلسل راجل وست ستات او فيلم الحب كده او فيلم مطب صناعي، يعني انا وانت اتفرجنا عليها وحبينا الطفله اللي اسمها منة عرفة. يتكون الجهاز الهضمي من 12 وبركريوس. بركريوس. اما منة عرفة اللي عملت مسلسل ليل ام البنات اللي نزل السنه اللي فاتت، اللي تقريبا ما حدش اتفرج عليه، اللي كان بطوله سهير رمزي، لا انا ولا انت بقينا بنشوف ولا بنتفرج على منة عرفة ولا بنفتكرها غير من الاخبار اللي بتطلع عنها كل شويه. ليل ام البنات. ليل، يس ثانك يو سو ماتش، شكرا، الله يبارك فيك. فهل اتظلمت منة عرفة وهي كبيرة انها ما خدتش ادوار؟ منة عرفة الكبيرة بتاعت دلوقتي مش موهوبة، انها منة عرفة الطفلة بتاعت زمان كانت هي اللي تستحق فرص اكتر. قول هنا قول هنا قول هنا، بقى في حوار بيحصل في كل المشاهد. الرضا شيء جميل، الرضا بالحال والرضا بالرزق، ولكن عدم تطوير موهبتك او عدم تطوير مركز رزقك اساسا ده بتهيألي شيء مش صحيح، لأن الفنان محمد الصاوي خد أكتر من 100 فرصة في أهم الأعمال إنه يتطور وللأسف ما اتطورش. ممكن اخد شويه حمام من دول للوليه؟ قوي، لفله شويه الحمام دول للوليه. الفنان محمد الصاوي شارك أهم نجوم السينما والتلفزيون في تاريخ مصر تقريبا، إذا كان مع عادل إمام في الواد محروس بتاع الوزير، أو مع نور الشريف في مسلسل رجل الأقدار. أمام مغيث،
أمام قلب رحيم. ده غير مشاركته في مسلسل الناس في كفر عسكر، ده غير مشاركته في مسلسل رايا وسكينة مع عبلة كامل، ويفضل بنفس الأداء بنفس طريقة التمثيل بالظبط. إذا كانت في التراجيدي أو حتى في الكوميدي هتلاقي إن الفنان محمد الصاوي دايما ماشي على خط واحد ما بيبعدش عنه أبدا. يعني ايه في مش موجود اي حاجه، انا طول ما يا استاذ جمال ما اي حد يجي يعمل الدور ده وبتاع. وهنا بقى اللي يخليني اقول انه فعلا ما اتظلمش، يمكن تكون دي هي موهبته ودي حدودها، فبالتالي عالم الفن والادوار اللي اتعرضت عليه ما كانتش ظلم ليه نهائي. واخر اعمال ليه كان مسلسل حضرة العمدة ومسلسل اللعبة الجزء الرابع والاخير لحد النهارده. ايه اللي حصل فهموني؟ كنت تعبان جدا. الفنان محمد الصاوي يعتبر بالنسبة لي فنان كبير جدا وانا فعلا بحبه، ولكن الفن والادوار اللي اختارها ما ظلمتوش لان الادوار كانت على قد الموهبة. انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. فوق فين؟ اخر حد معانا انا مش عارف اقول هو اتظلم ولا ما اتظلمش، لان الادوار اللي خدها كانت مهمه جدا، وفي نفس الوقت اداؤه كان في معظم الادوار ثابت، لان دايما حسه في الكوميديا معروف واحنا حافظينه بيه، وفي نفس الوقت لما شارك في ادوار دراميه بجد ابدع فيها. ولكن هل يعتبر الفنان ضياء المرغني مظلوم في عالم الفن، ولا الادوار اللي خدها كانت على قد الموهبه؟ عدم لا مؤاخذة يعني لقيت نفسي مفيش خالص. من فيلم النوم في العسل لفيلم الواد محروس بتاع الوزير لفيلم السفارة في العمارة وغيره من أعمال شارك فيها عادل إمام. وخليني أقول لك حاجة ذكية جدا عن عادل إمام ويمكن تكون خبيثة شوية، عادل إمام ما بيركزش على واحد ويخليه دايما معاه إلا لما يكون مكسب للفيلم، مش بس مجرد ترند أو إن هو يجيبه فيلم أو اتنين وخلاص، مادام استمر يبقى بجد موهوب ومكسب للفيلم. كل حمام، الحمام موصوف للي زيه. ممكن اخد صوت حمام دودة. ولكن ارجع واقول لك ان كوميديا ضياء المرغني كانت دايما ثابته في كل الاعمال الكوميديه اللي شارك فيها. يعني مثلا لو جيت بصيت على الكوميديا اللي بيقدمها دلوقتي او الكوميديا اللي كانت بتقدم من ايام فيلم فول الصين العظيم، تقريبا هتلاقيها واحده. ولا رجلي كرسي حتى؟ ده اداني ده وكوعها يا معلم، ده كان ناقص يصرف عليا. ولكن تيجي سنة 23 ومسلسل بابا المجال ويرجع يلخبطني تاني الفنان الكبير ضياء المرغني، انت بجد موهوب ولا الادوار على قد الموهبة؟ لان دوره في مسلسل بابا المجال كان بجد عبقري بكل المقاييس. الفلوس دي بقى انت بتلموها دي مش هتتفرق علينا بالتساوسو. وبرغم ان الكلام كان قليل جدا للشخصية في الدور نفسه، الا انه قدر يوصل لي احساسها بالبخل الشديد جدا في كل مشهد كان قادر يطلع فيه حتى لو ما بيتكلمش. عشمان يا معلم. عشان الشم في الشكمان شرارة. حلو. يلا. وهنا في اخر فنان معانا السؤال ليكوا انتوا، هل يعتبر الفنان ضياء المرغني بجد مظلوم وكان المفروض يستحق ادوار اكبر من كده، ولا كانت الادوار على قد الموهبه؟ دول بالنسبه لي كانوا يعتبروا فنانين ما اتظلموش في عالم الفن، بمعنى ان الادوار كانت على قد الموهبه. المهم انت واللي رايك في كل الاسماء اللي اتكلمنا عليها، ويا ترى في اسماء تانية انا ما قلتهاش ولا لا؟ مستني رايكم في التعليقات. اشوفكم الفيديو الجاي. مش هتتفرق علينا بالتساوسو.